بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم على قناة خياطة جزائرية. إن شاء الله فيديو اليوم البنات يلقاكم كامل بخير. فيديو اليوم إن شاء الله راح نعملو تفصيل موديل هذا. موديل كندورة قاطفة. طبعا تقدروا تستعملوه يعني في المليفة، تقدروا تستعملوه في الشوازات، يعني مادام رانا يعني مقبلين على جو ربيعي، يعني تقدروا تستعملوه في قماش واحد اخر، يعني مش لازم القاطفه. وايضا تقدروا تستعملوه كمشروع يعني البنات للصيف، يعني فقط تقدروا تغيروا فقط في الاكمام. اول حاجه راح نطوي القماش تاعي على 2 ثم على 4. هنا طبعا تحتاجوا مترين ونص لانه عندنا الكمام شويه طوال. قلنا نديو عرض الكتفين 19 سنتيمتر. راح ننزل خط التركيز هنايا 23 سنتيمتر. طبعا هذه قياسات فقط يعني باش يعني تتوضح الصورة للمبتدئات. كل وحدة يعني دير القياسات تاعها من الأحسن، لأنه وحدة يعني ما قياساتها كيما وحدة. قلنا نحدو عرض أو ربع دوران الصدر، مثلا هنا عندي 30 سنتيمتر، ثم ننزل مسافة 20 سنتيمتر نحدو منطقة الخصر أو ربع دوران الخصر. طبعا نحدو هنايا منطقة الأوراق هنا فقط باش يعني ما ندخلوش في منطقة الأوراق. راح ننزل 20 سنتيمتر ثم نخرج بالكندورة تاعي سواء كان دروات أو إيفاسي إلى غاية الطول الكلي. هنا كملنا الرسم المبدئي. طبعا هنا في الحافة دائما نطلعو مسافة باش ما تجيناش الكندورة تاعنا مجونها. نجي هنا منتصف حدة الإبط راح ندخل 1.5 سنتيمتر للأمام ونخرج من الزاوية هنا 3 سنتيمتر ونرسم حدة الإبط عادي بهذا الشكل. هنا طبعا نزول الكتف راح ينزل 2 سنتيمتر بعد ما نحدو عرض الرقبة. هنا عندنا 8 سنتيمتر. طبعا الرقبة كل وحدة واش حبت يعني دير العرض الرقبة، هذا طبعا اختياري. نزول الرقبة الخلفية راح يكون يعني من 5 سنتيم حتى 10 سنتيمتر، يعني نتوما واش حبيتو الفتحة تاعكم هنا تكون في الرقبة الخلفية. راح نقص الشكل اللي تحصلنا عليه بهذه الطريقة. طبعا هذه القندورة يعني تقدروا تطبقوها مباشرة على القماش، يعني قندورة سامبل يعني ما فيهاش يعني خدمة كبيرة. راح نقصه بهذا الشكل هكذا. كما قلت لكم يعني تقدروا تستعملوها كمشروع، يعني بما انه يعني جاي الصيف تقدروا يعني تخيطوها في قماشات يعني كتان تاع الصيف وتبيعوا. اللي حبت يعني دير مشروع خياطة. نجيو هنا رقبة الأمام. طبعا راح ننزلو من 12 إلى 14 سنتيمتر بهذا الشكل بهذه الطريقة. طبعا هنا عمق الرقبة كل وحدة واش حبت. راح نجي هنا من الجهة المغلقة ننزل مسافة من 16 إلى 17 سنتيمتر. هذا أيضا يعني اختياري. ثم نوصل بخط مائل بهذه الطريقة. نجي هنا لمنتصف الرقبة وندخل ب1 سنتيمتر ونرسم تقويصة بهذا الشكل باش نحدو يعني لافورم تاع الرقبة. نفس الشيء في الخط هذا ندخلو ب1 سنتيمتر ونعملو قوس بهذه الطريقة نكونو رسمنا الرقبة الأمامية. راح نقص الشكل هذا نقص الرقبة بهذه الطريقة. هذا نكونو كملنا. طبعا هنا في حافة الإبط دائما الأمام ندخلو ب1.5 سنتيمتر باه ميجيناش الصدر منتفخ. الشكل تاع الرقبة تاعنا تحصلوا عليه بهذه الطريقة. طبعا نتوما تروحوا تستشفوا الرقبة تاعكم اولا من بعد تركبوا الكارو تاعكم. هنا كي نوصلوا للزاوية دائما نعملوا طيه خفيفة دائما في الزوايا هذو باش ما يجيناش الكارو تاعنا مكمش. دائما كي نلحقوا للزاوية هذيك نعملوا طيه خفيفة بالكارو. نجي هنايا تقريبا الى نهاية الكتف، يعني تخليو سنتيمترات. راح ننزل مسافة من 20 الى 21 سنتيمتر. وطبعا من الجهة هنا في المنتصف ننزلو مسافة من 30 او 31 حتى 32 سنتيمتر بهذا الشكل. ثم نوصل طبعا بخط يعني كما رسمنا في البداية الرقبة تاعنا نرسمو نفس الشكل. هنايا رسمنا الخطوط المستقيمة. نجيو هنايا ندخلو ب1 سنتيمتر
ونقوسو الشكل تاعنا بهذه الطريقة. يعني تقدروا ترسموا بالطباشير، ثم نجيو لمنتصف الخط هذا ونرسمو قوس. هادو يعني نحدوهم باش بعدا كي نبدو نخيطو في القانون تبعو فقط الرسم تاعنا. ودائما كما قلت لكم تبدو تركبوا في القانون كي نوصلوا للزوايا هذوك نديروا طيه خفيفه باه يجينا القالو تاعنا يعني ما يجيناش مكمش. هكذا نكونوا رسمنا الرقبه او الصدر تاعنا كما راكم تشوفوا فيه في الصوره. هنا كما قلت لكم الزوايا دائما نعملوا طيه خفيفه. هذا بالنسبه للامام كما شفتوا يعني موديل راهو يعني سهل وبسيط. الان نروحوا للاكمام. بالنسبه للاكمام البنات هنايا اول حاجه راح نضرب القماش تاعنا على 4. نحدد طول الاكمام تاعنا. مثلا هنا راح نعملوه 55 سنتيمتر، نطويه على 2 ثم على 4 بهذا الشكل. كما شفتوا الكم تاعنا هنا راه شويه عريض. هنا البنات اللي حبت تدير كشكشه في الكم راح تخلي مسافه 10 سنتيمتر. هنايا هنا اللي تحب دير كشكشه نعملو خط بهذه الطريقه، يعني عملتها معكم عده مرات. ثم نجي نحدد هنا 20 سنتيمتر، راح ندخل هنايا ب14 سنتيمتر. حدو خط الارض هذا هنا ندخلو 14 سنتيمتر، ثم نرسم الخط المائل بهذه الطريقه. من بعد نحدد منتصف القطعه هذه، نحدو المنتصف، ثم نحدد منتصف القطعة هذه ونخرج ب1 سنتيمتر ونرسم القوس بهذه الطريقة. ثم نجي نحدد منتصف القطعة الثانية ونخرج ب1 سنتيم ونرسم القوس الثانية بهذا الشكل. هنا طبعا اللي حبيت تخلي الكم تاعها كيما هكذا فقط تروح تعمل لاستيك هنايا. يعني احنا رايحين نستعملوا لاستيك. خلي العرض هذا عملنا 20 سنتيم، طبعا الطول قلنا 55 سنتيمتر. واللي حابه تتعرض فيه اكثر يعني تقدر هي تتحكم يعني في العرض، تقدر دير 25 سنتيم، تقدر حتى 30 سنتيمتر. هذا طبعا اختياري، نتوما واش حبيتوا العرض تاعكم يكون. نوصلوا بخط بهذا الشكل باش نتحصلوا على الشكل تاع الكم هذاك اللي رانا شفناه. طبعا هنا كما قلت لكم اللي حبيت دير تخلي لكم تاعها مثل ما هو هكذا تخليه. اللي حبت فيه دير فيه كشكشه في الكتف تروح تزيد هذه الزياده تاع 10 سنتيمتر باش نعملوها من بعد ديبلي بهذه الطريقه. باش راهي تكون مفهومه وواضحه. هذا هو الموديل اللي حبت تخليكم عادي كيما هكذا تخليكم عادي. نروحو نقصو الكم تاعنا بهذا الشكل. طبعا الكم من بعد راح تعملوا له عطفه، تعملوا له لاستيك، وايضا تزينوه في بالقالون كما راكم تشوفوا فيه في الموديل. هنا طبعا بعد ما تكملوا يعني الامام تاعكم تكونوا سجفتوه وركبتوا له القالون، وايضا الخلف تكونوا سجفتوه، تروحوا طبعا تركبوا الكم تاعكم. هنا كما قلت لكم راه في استيك، يعني نتوما تروحوا ديروا لاستيك تركبوا الاكمام تاعكم عاديين. واذا درتوا الزياده هذيك في الاكمام راح تعملوا ديبلي عند الكتف. هذا هو البنات موديل اليوم. ان شاء الله نكون اخترت يعني نوصل لكم الفكره. طبعا هذيك الحزامه يعني فقط تقدروا تشروها واجده والا تخدموها. ملاحظه فقط البنات يعني اللي حابه تتقصر في الاكمام يعني ديرهم اقل، تقدر ديرهم اقل يعني تقدر ديرهم 40 سنتيمتر. هذه فقط كملاحظه. ان شاء الله فيديو اليوم يعجبكم ويكون يعني شرحي خفيف ظريف عليكم، ونكون قدرت يعني نوصلكم فكره ولو بالقليل. جينا لنهايه الفيديو البنات، ونقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.